قطعتها. غادي نوريكم الشكل ديالها كي كتجي ان شاء الله. واحد الكيكه اللي ناجحه 100% وبدون عذاب وكلشي في دفعه واحده، يعني كيكه عجيبه. السلام عليكم ورحمه الله. غادي نحضر معكم واحد الكيك اللي كيجي رائع. غتبعوا المقادير وطريقه التحضير وغادي ينجح معكم. هنا غادي ندير واحد الشوشه نتاع الملحه. هنا عندي دانون بدون سكر. الا عندكم ديال الفاني ديروه او ديال الحامض او ديال البنان. المهم هاد ثلاثه الانواع ممكن ديروهم، ما ديروش غير ديال الخوخ وديال الفريز وداكشي ما كيجيش هكا مع هاد الكيك. انا عندي هو اللي بقى عندي بدون سكر. انا كما شفتوا معايا اكتفيت غير هذا بدون السكر لحقاش ما عنديش ديال الفاني او ديال البنان. وبنفس الكاس غادي ندير الدقيق. غادي ندير 3 الكيسان ديال الدقيق بهذا الكاس ديال دانون. كيف ما شفتوا معايا ها الكاس الثاني غادي نزيد الثالث، وهذا الكاس الثالث، وغادي ندير الكاس ديال السكر. غادي نزيد شاشي نتاع الفاني، وغادي نزيد كاس لاروب نتاع الزيت بنفس الكاس اللي عبرت به الدقيق السكر الزيت، كاس لاروب. وهنا عندي 3 البيضات. ودابا غادي نخلط هاد العناصر كامله اللي درت. وهنا كما شفتوا معايا بعد ما خلطت غادي نزيد واحد 7 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، وغادي نعاود نخلط. هانتوما كيف ما شفتوا معايا الخليط كيجي على هذا القوام هذا اللي زوين في هذه الكيكه. كلشي كديريه دفعه واحده صافي. دابا غادي ندوز نديرها في المول ديالي. وهنايا خديت المول ديالي اللي دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق. غادي نفرغ فيه هذه الكيكه. وهنايا غادي ندخل الكيكه ديالي الفران حتى طيب ونرجع معكم وتشوفوا الشكل النهائي ديال هذه الكيكه هذه. هنا كما كتشوفوا معايا الكيكه هي وجدات. هانتوما كتجي هذه الكيكه رائعه وسهله وبالزربه كتوجد في دفعه واحده. يعني كيف ما شفتوا قدامكم راني درت كلشي في دفعه واحده. كان كنعرفوا الكيكه كنديروا البيض مع السكر مع الفاني كنخدموه مزيان وعاد كنزيدو الزيت وكنعاودو نخدموه وعاد كنديروا الدقيق. دابا هاد الكيكه هذه سهله. نجحت معها الكيكه غادي نوصوا بهاد الكيكه هذه بالمقادير وطريقه التحضير كما صورت معكم وغادي تنجح معها. غادي نقطعها قدامكم. هانتوما قطعتها. غادي نوريكم الشكل ديالها كي كتجي. ما شاء الله واحد الكيكه اللي ناجحه 100% وبدون عذاب وكلشي في دفعه واحده، يعني كيكه عجيبه. هكا يعني ديروا مول كبير. ممكن ديروا 4 البيضات في 4 الكيسان ديال الدقيق، يعني الكاس ديال دانون تعبروا به كلشي وديروا كاس كامل ديال الزيت والسكر. ما غاديش نقول لكم ديروا 2 أو 1.5 لحقاش كل واحد وكيفاش كيبغي الحلاوه هكا. الا ما كتبغيوش كيكه حلوه ديروا السكر خليو نفس القياس.
كاس ديال السكر ديال دهنون. لكم هاد الكيكه هادي واخا نضل نشكرها لكم ما غاديش تصدقوا حتى تجربوها. كيكه ناجحه 100%. وفي نقول لكم تبقاو على خير حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه، واللي جربات هاد الكيكه ونجحت معها تخلي ليا كومونتير